السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو فين ما كنتو نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ولا كنتو جداد اول مره كتشاهدوا قناتي، كنقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم. ما عليكم غير تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بكل جديد. الوصفه ديال اليوم غادي نحضر معكم ان شاء الله معقوده، كتجي صراحه لذيذه بزاف، مقرمشه من برا وكتجي بنينه بزاف. ندوز معكم المكونات والطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. هنا اخواتي عندي البطاطا، عندي 4 ديال الحبات ديال البطاطا، الحجم ديالهم متوسط. بالنسبه للكميه نتوما كديروا على حساب الافراد اللي عندكم. وبالنسبه للبطاطا كما شفتوا معايا انا قطعتها هكذا طريفات صغيورين، قشرتها. بغيتو تخليوها كتسلقوها بالقشره كيبقى لكم الاختيار. انا غادي نديرها في كاسرونه، كندير لها شويه ديال المليحه وكنخليها حتى كتسلق مزيان. من بعد كنصفيها، كنخليها حتى كتقطر من داك الماء وكتكون يعني مازال سخونه. خديت هنايا الفورشيط نعسها هكذا مزيان بالفورشيط. تقدروا تستعملوا داك الاداه ديال اللي يعني كندعقوا بها البطاطا، انا متوفراش عندي فصايبتها يعني غير بالفرشيطه. كتولي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. وغادي نحتاج هنايا عندي حبه ديال البصله قطعتها رقيقه بهذا الشكل، وعندي قزبر معدنوس، واحد 4 ديال السنينفين ديال الثومه. بالنسبه اللي مكيبغيش البصله تقدروا تستغناو عليها، صراحه كتجي زوينه وكتعطي واحد المذاق زوين بزاف. هنا ضفت الملحه، وضفت هنا شويه ديال الخرقوم، واحد نص معلقه صغيره، راس معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود اللي هو الابزار، وعندي نص معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، شويه ديال الحر، نص معلقه صغيره ديال المسحوق ديال الفلفل الاحمر الحر. اللي كيبغي الحر ما كيبغيش تقدروا تستغناو عليه. معلقه عامره مزيان ديال الكمون. وغادي ندير البصل. هنا عندي حبه ديال البصله الحجم ديالها متوسط، قطعتها رقيقه بهذا الشكل. عندي هنايا ربيع القزبر والمعدنوس، كندير واحد الكميه يعني كثيره، كيجي صراحه زوين، كتجي مشرمله وزوينه. وعندي 4 ديال السنينفين ديال الثومه كبار. تقدروا تستعملوا ثوم بودره، انا ما متوفراش عندي. غادي ندير هنايا 3 ديال المعلقات كبارين ديال السميده. عندي السميده هذه البيضه، تقدروا تستعملوا لا شابلور، الا كان عندكم لا شابلور تقدروا تستعملوه. هنا حتى بديت كنخلط وتفكرت صراحه البيض، ضفت هنايا حبه واحده ديال البيض. وغادي نضيف واحد 2 قطع ديال الجبن المثلث، تقدروا تستعملوا اي نوعيه ديال الجبن متوفر عندكم. صافي كنخلط مزيان هكذا بيديا، كنخلط كاع هاد المكونات هادو مع بعضياتهم. صافي كنخلطها كتولي بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. بالنسبه للبطاطا انا استعملت البطاطا البيضاء عاديه، يعني كاين اللي كيقول لك يعني البطاطا البيضات ما كتجيش يعني في المعقوده، راه صراحه راه كتجي حتى هي زوينه تماما، يعني بحال البطاطا يعني الحمراء ما كاينش شي فرق، راه كتجي زوينه. صافي هنا كناخذ هكذا يعني كميه من هاد البطاطا وكنكورها بهذا الشكل هذا. كندير قريصات بحال هكا صغيورين بهذا الشكل هذا. ما كنرققهمش بزاف، ما كنضغطش عليهم بزاف، كنخليهم شويه غلاظين بهذا الحجم هذا. كندوزهم في الدقيق. هنا عندي الدقيق ديال الفورس، هانتوما كنخليوها شي شويه تكون هكذا غليظه، ما كنرقوهاش بزاف، ما كنضغطوش عليها بزاف. كنحاول يعني كنقادهم كيجيوني قياس واحد مقادين بهذا الشكل هذا. انا كندهن شويه يديا بالزيت، كدهنوا يديكم هكذا بالزيت الا كتلصق لكم يعني البطاطا في يديكم. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نشكل يعني الكويرات ديال المعقوده بهذا الشكل. صافي هنا اخواتي من بعد ما شكلت المعقوده ديالي كرستها هكذا يعني كرستها صغورين. هنا عندي المقيله فيها الزيت كيسخن، ضروري كنديروا الزيت تكون سخونه مزيان. صافي وكنعمر المقيله ديالي بالمعقوده بهذا الشكل.
كنخليها على النار تكون العافيه متوسطه، ما كنجهدوش البوطه بزاف باش ما كتخطفش كتحرق دغيا، وفي نفس الوقت ما كنخليوش يعني العافيه تكون قليله بزاف كتشرب لينا الزيت، كنخليو عافيه متوسطه. صافي من بعد ما كتحمر كنولي نقلبها للجهه الثانيه باش كتحمر. وبالنسبه يعني اللون يعني التحمر نتوما كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تحمروها مزيان ولا كتخليوها شويه. صافي هنا من بعد ما كتقلى كنحيدها، ومن طبيعه الحال كنفرشوا يعني ورق ديال الطبخ فهكذا في الطبيصل وكنوضعوها باش كيتشرب لينا ديك الزيت. غادي نحيد هاد الكميه ونوضع الكميه اللي تبقات لي ديال المعقوده نقليها بنفس الطريقه. راه ما كتحل ما والو في الزيت صراحه، كتجي غزاله هاد المعقوده، كتجي لذيذه بزاف، واحد المذاق صراحه كيجي فيها زوين بزاف. صافي كنقلبها هكذا كتحمر، من بعد نحيدها كنخليها حتى كتحمر مزيان بهذا الشكل. راه كتجي صراحه مقرمشه مع على برا داك الدقيق، كتجي مقرمشه وكتجي زوينه بزاف. انا ضفت هاد الحبات هادو وبقاو لي غادي نقليهم. صافي هنايا اخواتي قليت من بعد ما ساليت المعقوده ديالي قليتها، نتوما شوفوا معايا ما شاء الله كي كتجي محمره، كتجي غزاله صراحه، كتجي لذيذه بزاف. بطريقه يعني سهله بزاف. توجدوها كتجي واعره كيبغيوها صراحه الوليدات وحتى الكبار صراحه. المعقوده كتعجبنا صراحه بزاف، كتجي غزاله ولذيذه بزاف، واحد المذاق جا فيها يعني ملي كنكونوا هكذا كنقليوها بحال راكم يعني كتقليو الحوت كيجي فيه واحد المذاق زوين بزاف. نتمنى اخواتي تجربوها بهاد الطريقه، طريقه اللي زوينه بزاف، كتجي لذيذه ما تشبعوش منها صراحه، كتجي مقرمشه وما كتجيش شاربه الزيت بزاف. هانتوما شوفوا معايا ما شاء الله الشكل ديالها، وراه ما كتحلش نهائيا كما شفتوا معايا في الزيت يعني في القلي. يعني نتوما شوفوا معايا ما شاء الله كي كتجي غزاله. هنا غادي نقسم معكم وحيده باش تشوفوا معايا الشكل ديالها. نتمنى اخواتي هاد لا فيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم، مع الناس اللي كتعرفوا. كذلك اخواتي اللي ما مشتركش القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا كل جديد ديالي. لو كنتو باقيين كتابعوا الفيديو حتى لدابا كنقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه ديالكم.